بطلنا المصري محمود الضرة هيسافر لبطولة رومانيا للمحترفين، وتوقعاتكم يا شباب، هل هيقدر يعمل حاجة في بطولة رومانيا ونشوفه السنة دي في أولمبيا ولا هتكون صعبة عليه؟ وإيه رأيكم في مستوى الضرة في بطولة دبي للمحترفين؟ في ناس بتقول هو الضر عاوز ايه من البطولات السنة دي، بالرغم ان هو بنفسه صرح بعدم اهليته وكامليته للصعود لبطولة اولمبيا السنة دي. ده واحد مريح من التمرين بقاله كذا سنة واصابات و الى اخره. ليه ما بيعملش زي جيرمي وفيل هيس وغيرهم من الابطال اللي لما بيتعثروا او بيريحوا من التمرين بيقولوا لا احنا محتاجين سنة او 2 عشان نقدر نيجي بالشكل المطلوب، مش مجرد منافسه والسلام. هقول لك ان الضرة ذكي جدا وعارف كل الكلام ده، ولكن الضرة مثل اعلى لشباب كتير جدا، وشغله والبيزنس بتاعه كله على النت، فما ينفعش ينهي الموسم بالشكل المهين اللي خرج بيه من بطولة دبي برو. واللي ما يعرفش اللي حصل في بطولة دبي برو فإنه الضرة حصل على مركز أخير، فكده هيقع منه ناس كتير جدا من جمهوره. فحتة إنه يصعد لأولمبيا السنة دي مش في تفكيره، لأنه عارف ومتأكد جدا إنه ما جاش بالشكل المطلوب اللي يأهله لبطولة مستر أولمبيا. يبقى السبب هنا رقم 1 إنه يحافظ على شغله وجمهوره. رقم 2 زي ما قلت قبل كده إن دي خطة رجوع، وإنك تقف على مسرح دي حاجة مش سهلة، فهو محتاج يرجع ثقته بنفسه ويضيع رهبة المسرح، بحيث انه لما يجي السنة الجاية بالشكل المطلوب يكون على اتم الاستعداد. واحنا في الاول وفي الاخر ده بطل مصري وعربي، بنتمنى انه يرجع لمستواه بسرعة ويكسر الدنيا. بتمنى تكون حلقة النهاردة كويسة، ويا ريت كل الناس تشاركني رأيها في الكومنتات وتكتب لي رأيها في المستوى الجديد لمحمود الضرة ومشاركته السنة دي في البطولات. ولو انت اول مرة تشوفني تابعني لايك سريع، والسلام عليكم.